نكمل. وصلنا لحاجة زي كده دلوقتي. زي ما احنا شايفين في الصورة كان في خلفية كده مدرجة بشكل معين. لو عايزين نجيبها المفروض ان احنا نقلل بقى السايز بتاع الكتابة، وبالتالي هنبدأ نحرك الحاجات دي من جديد نرفعها كده. بس احنا هنحط ممكن خلفية كده في ورا كده شفاف. تعالوا نجيب صورة في نبأ بينتينج في هايريز، ناخد صورة من الحاجات اللي معانا ديت ونحطها في الخلفية ورا، ولتكن الصورة هنعملها زي علامة مائية. نحطها كده، بس ما اسمهاش هنا علامة مائية خالص، علامة مائية ده في الوورد. ناخد دي كده ونرميها هنا كده. طبعا شايفين ضخمة ازاي وكبيرة، كنترول ناقص نكبر كده. نفصل الخلفية اللي حواليها ازاي، اللون الابيض ده. افصل اللون الابيض ازاي؟ ده لون واحد اهو. بالايه؟ بالماجيك واند تول، وراح متكي كده واتكه ديليت. بس خدي بالك، بص خد منين؟ من ده، لان هتلاقي في حته مفتوحه. يبقى اقلل التوليرانس بتاعتها، ده 100 فبتحس بشكل عالي قوي، فاقول له 10 بس. ظبطت؟ تمام. او كان ممكن بضغطه واحده من ماجيك ريزر تول اقول له كده فصل. تمام. طيب اجيبها كده فول سكرين، حرف الاف، اجيب كده كنترول تي اصغر. ايه رايك نعمل حركه جميله قوي؟ رايت كليك واقول له ايه؟ ديستورت. ونجيب دي كده ودي كده، يبقى كأنها مثلا ايه، مرميه على الارض مثلا او حاجه يعني كده. تمام. انتر، اتنفذت. اقلل طبعا الشفافيه بتاعتها جدا عشان زي ما انتم شايفين ملغوش على الكتابه خالص. يبقى الفيل او الاوباسيتي سيان، حاول خلينا في الاوباسيتي سيان دي، او دي ما دام مش واخده بلندنج اوبشنز قللتها بالقدر اللي ايه الكافي، حطيتها في المكان المناسب كده اخيرا. تمام يا جماعه؟ تمام. يبقى ده جزء. تعالوا ناخد نملى المربع الثاني. المربع دوت اللي اسمه شيب 1، اخد الستايل بتاعه اللي هو الجريدينت من البنفسجي الابيض ده، رايت كليك واقول له كوبي لاير ستايل، اجي على ده واقول له بيست لاير ستايل. في صعوبه في الكلام ده؟ لا. اخد اللوجو بتاع جيان اف هنا، اقفل ده، دي اقفلها برضه مش عاوزها. ده اللوجو بتاعنا اهو، صح؟ اروح واخده كده معايا. تمام. واحطه ايه هنا، اكبره ما يحصلوش اي حاجه مهما كبرت، عشان قلنا ايه ده فيكتور. تمام. بس مهما يكبر عمره ما هيخربش حته بسيطه حتى. تمام. يبقى انا كبرته يعني فرحان بيه، فلا اصغره شويه بشكل مناسب. هقول لكم معلومه حلوه قوي، كنت كده هقولها النهارده. عاوز ادي شادو على تحت الكلمه دي، دروب شادو، صح؟ ده لو اتكيت عليه كليك يمين كده مش هلاقي البلندنج اوبشنز اساسا لانها جروب. الحل ان انا افتح وامسك كل واحده رايت كليك، بلندنج اوبشنز، دروب شادو، افضل ادي واحده او كوبي لير ستايل وبيست لير ستايل. اقول لكم لا، حاجه لذيذه قوي. الجروب ديت ممكن اتك عليها رايت كليك واقول له كونفيرت تو سمارت اوبجكت. سمارت يعني ايه؟ ذكي. سمارت اوبجكت دوت هيحولهم لنا للاير واحد. بص بقى، لاير اهو واحد عادي خالص اهو، ولكن لاير محتفظ بالليرات اللي جواه كده. بعد كده انا ممكن لو حبيت اعدل فيهم او تك عليه رايت كليك واقول له edit contents يعني محتويات، فاقول له edit contents. بصوا اقول له اوكي، فتحوا لنا في صوره جديده. بيقول لك عدل يا عم، هي الجروب بتاعتك مش ده كان عباره عن جروب اساسا، عدلها واختار و خلصت، اقفل. عاوز تحفظ الكلام ده ولا لا؟ او لا؟ بس كده هيتنفذ على دي اوتوماتيك. طيب ده بقى لير عادي، فدلوقتي رايت كليك عليه واقول له بلندنج اوبشنز واقول له دروب شادو زي ما تحب. السايز ممكن اكبره شويه، ممكن اديها ستروك كده ابيض، ودي حركه بنعملها لذيذه. بصوا شايفينها؟ ستروك قبل كده مثلا المقدار دوت، والشادو السايز بتاعه كبير شويه، ونخليه حتى لونه بنفسجي شويه، نختار اللون ده
يعني ادي تأثير جميل. خلاص يا جماعة، لو عاوزين نكتب الكتابة اللي تحت اللوجو ديت يعني سهلة، يعني مجرد هنشد خط بالأداة ديت ندي لاين واخدين بالنا ونكتب الكلام تحت. ده ما فيهوش صعوبة يعني. تعالوا هعمل لكم شكل واحد من الأشكال ديت. تمام، بصوا أنا عملت ده إزاي. خد مربع بس الحتة دي فيها كيرف شوية. تعالوا نعملها هنا على فرض ان احنا هنستبدل دول بالحاجات دي. ادلت دول كده، رايت كليك دلتها. كنت عامل فاكرين الراوندد ريكتانجل صح كده؟ اطرافه عامله ازاي؟ تعال نزود المقدار ده نخليها 20 او 15. فبصوا لا كتير قوي، نخليها 10. ده انا خليتها 50. لا يبقى انا اخليها 15 مناسب. معلش 20. طيب حاجة زي كده تمام. عاوز اقطع بقى منها الحتة دي ودي بحيث تبقى حادة واخدين بالنا. فاروح ماسك اي مربع او دي نفسها ممكن واقول له اطرح من الشكل ده الجزء ده واطرح منه الجزء ده. فالناتج عندي بقى بقى كده. طبعا واخد بلندنج اوبشنز. فالشيب دوت اقول له رايت كليك كلير كلير ستايل، الغي اي حاجه ثانيه. شفت الشكل بتاعنا بقى عامل ازاي؟ طب دلوقتي انا عاوز اعدل في الشكل المربعات اللي كانت قطعه منه ده. عاوز اجيب اليمين ده شمال شويه والشمال فوق شويه الى اخره. اقف على الشكل ده قلنا وامسك بالاداه الثانيه اللي قلنا بتحرك الباص كله. امسك ده كده اقول له اطلع فوق شويه لانك فعلا فيها سميك قوي. رفع ده كويس مناسب. خلاص روح للموف، امسك دي كده هاتها تحت شويه مثلا حاجه زي كده. لو رجعنا وبصينا هنلاقي ان هي واخده جريدينت برضه من اليمين للشمال. فانا اخد مثلا كان مين واخد ده، احنا حذفناهم كلهم. يبقى دبل كليك بسرعه واقول له خدي. ممكن امسك كده اجيب دي كده شويه، اجيب دي كده شويه جريدينت اوفر اقول له الزاويه بتاعتك صفر عشان يبقى من اليمين للشمال، والتدرج بتاعك يبقى من البنفسجي الفاتح دوت لمين؟ لبرضك البنفسجي. لا اخليه للابيض بقى. تك هنا وتك هنا على اللون واقول له ابيض يبقى هيديني التدرج ده. خلصت كده؟ لا انا بفكر اديله ستروك زي اللي كان موجود. خلاص اهو ستروك بنفسجي كده. يبقى الستروك اقول له بنفسجي غامق. اوكي، ويكبر السايز بتاعه زي ما تحب. غامق قوي نفتحه شويه. خلاص زي ما قلنا الستروك اما لبره او انسايد يعني لجوه، وانا افضل ده دلوقتي بحيث الحواف اللي بره بصوا حد قوي، لكن لما كان اوتسايد فيها نعومه شويه كده. انا افضل دلوقتي الحد ده. خلاص كده خلصت. والله ده حاجه جميله جدا جدا. الصور دي عملتها ببرنامج 3D ستوديو ماكس. فكان نتيجها حاجه زي كده جيان. مثلا الصحف هي راحت فين؟ تمام. ممكن اروح ماخدها كده ماسكها احطها هنا اف اروح ماسكها جايبها هنا كده كبيره قوي، وتحت النص اطلعها فوق الكل واقول لها كنترول تي صغاري بالمقدار المناسب وليكن حاجه زي كده. غامقه قوي. ده انا ما قلتلكوش ازاي نفتح الصور ونغمقها صح؟ هنبدا ناخدها النهارده من قائمه ايمج، بس مؤقتا هفتح قائمه ايمجز ادجستمنت كيرفز. هناخدها النهارده باذن الله بالتفصيل. الكيرفز راحت فين؟ هي اكيد هي نطه كانت رايحه الناحيه الثانيه. افتح كده العكس عشان ده سي ام اوكي. افتح كده ممكن اغمق الحتت ماشي مظبوط قريب تمام كده. ممكن اديله حتى شادو دروب شادو السايز بتاعه زايد والبس بتاعته قليله يعني تاثير حلو. خلاص يا جماعه فهمتوا الفكره بتاعت البروشور ده اتعمل ازاي؟ تعرفوا تعملوه لوحدكم؟ ده واجب بقى.
خلاص هديلكم الفايل، يعني النص هديكم النص وهديكم اللوجوهات اللي معموله ديت وهديكم كل حاجه، وانتوا تبداوا ايه تنفذوه. ده طبعا ما اتعملش 3 دي، نعرف نعمله بالفوتوشوب ازاي؟ بالبنتو اي لوجو، بص اهي تكه وتكه صح، وبعدين التكه الت واسحب الناحيه الثانيه، او بلاش عشان ما احيرش نفسي التكه هنا كده عشان الغي اي كيرف، اقلل بس شويه عشان اشوف انا برسم ايه، واروح جاي هنا واعمل كيرف من جديد، وممكن اظبط الكيرف بتاعي شويه. تمام يا جماعه، ادي واحد اهو، وادي الثاني ممكن اخد منه حتى نسخه ان نخليه 100% كلير لير ستايل عشان نرجع كده، اخد منه نسخه كنترول تي اقلبها 180 درجه، صغرها شويه كده، وديت دايره وعملها روتيشن شويه كده، الغي من عليها كلير لير ستايل، هتعمل كده نفذنا. تمام سهله بس. الرؤية بدأت تتضح، بقينا نبدأ نحس بالتصميم أكتر. تمام. دي طبعا كانت صورة وتركبت وبعدين حطينا عليها اللوجو، الكلام ده بالنسبة لنا يعتبر بقى سهل خلاص. نقفل ده ونبدأ بقى نخرج من عالم التصميم للحصة بتاعتنا النهاردة، ونبقى كده خلصنا بروجكت جيان ونقفل.